السلام عليكم يا البنات، وش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفة محبوبة الجماهير اللي هي وصفة شطيط اللحم. ما كاش اللي ما يحبهاش الجزائريين. كما راكم تشوفوا مباشرة راح نبداو طريقة التحضير. هنا انا نحضرها على الطريقة يعني تاع كيف يحضروها في العرس. دونك هنا عندنا اللحم، مواصفة تاع اللحم ميكونوش بزاف كبار. يعني كي الا شيتوهم كبار حاولوا انكم تقطعوهم لانه ما حش نطيبوها في لاكوكوت. هنا عندي يعني هذيك البصلة، يعني بصلة صغيرة، أنا درت نصف بصلة صغيرة كامل. وعندي راس تاع توم، حميصة، وشوية طماطم. هنا ما ورت لكمش عفوا طماطم مصبرة، حندير ملعقة يعني نصف ملعقة كبيرة. مباشرة هنا أنا واش راح ندير، راح نحط هنا الطاجين تاعي تاع الطين، خليته يسخن، درتلو شوية زيت، نحطلو هنا مغرف تاع أكل تاع زبدة. هنا تقدروا بطبيعة الحال تستعملوا السمن، أنا كان السمن ديالي خلاص لي للأسف سينون ندير السمن. لكن هذا ما يمنعش أنا هنا حاولت إني نستعمل الزبدة اللي كانت عندي. كيما راكم تشوفوا خليتها تذوب. ونبدا نحط بشوية بشوية المقادير تاوعي. وهنا كيما شفتوا معايا حطيت الثوم، خليته يدبل بالعقل. توجور النار تكون ميتة كيما نقول انايا في داري ميتة. نحط المواص تاعي تاع اللحم والثوم، لازم نحط اللحم قبل، لازم اللحم ياخد القلية ويدي النكهة تاع الثوم. هنا راني نقلي فيهم بالعقل. مباشرة نحط فلفل عكري. فلفل عكري هنا المغرف تاعي راهي بزاف صغيرة، دونك درت زوج مغارف صغار يعني ماشي معمرين. هنا حاولت نوري لكم بلي حنحط حوالي رشة تاع فلفل الكحل. والسر البنة اكيد اللي هو الحرور، لازم تحطي سيدتي الحرور. الحرور هو اللي يرجعها بنينة. ما نحطو لا كروية لا الكمون. الا حبيتي يعني النكهة تاع العرس كما يقولوا. اما حاجة الكروية ولا الكمون، اكيد طبيعة الحال معروف انه الشطاطح يديروا لهم بزاف الكروية، كاين اللي ما يحبش الكروية ويبدلها بالكمون. المهم نولو الوصفة تاعنا. وهنا كما شفتوا معايا حطيت في الطاجين تاعي اللحم والثوم وقليتهم مليح. ومن بعد موراها حطيت توابل. وموراها خليت طوماطيش تاعي اللي كانت كونجلي خليتها تزبال بعاقلها. وتاني منساش بلي حطيت البصلة. هنا بعد ما قليتهم مليح، حنا جاز بزاف الوقت يعني ما الفيديو راهو بزاف مسرع باش ما يكونش بزاف طويل عليكم. حطيت الحميصة، انا الحميصة تاعي ما كانش طايبة فريمون. دونك كيما راكم تشاهدوا هنايا البنات، الشطيطحة اكيد لازم تعرفوا بلي ما فيهاش الماء او ديبي في التقلية، يعني ما تحطوش كاع قطرة ماء. هنا حطيت الطماطم مصبرة، يعني ملعقة ماشي كامل معمرة، يعني نص ملعقة تاع طماطم مصبرة كيما راكم تشاهدوا. ومن بعد نبدا نحرك غير بالعقل حتى تتحلل لي مع هذيك الصلصة اللي طلقوها كاع المقادير. وهنايا لليات كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش خرج الطبق تاعنا بعد ما تقلى مليح 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 مليح. هنا البنات باش ناكد ونعاود بلي ما درتلوش الماء اطلاقا. هذا وين راني حنمرقو. اكيد حاولوا انكم يا البنات ما تعجزوش وتمرقوا بالماء سخون، يعني صدقوني الماكله فيها تغيير كلي بارابور كي تمرقي بماء بارد. هادو هما الاسرار يعني باش الماكله تجي كيما نقولوا على قانيها. وهنايا البنات كمعلومة صغيرة اللي حبت طبق تاعها يجيها خاطر على هكذا تقدر تزيدلو شوية فقط في الوقت هذا ما كان ويكون واجد معاها. هنايا البنات نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله الطبق تاعنا يكون نال الاعجاب ديالكم. جربوه ورجعوا لي الخبر، ما تنساوش تخلوا لي ارائكم في التعليقات، وما تنساوش كذلك تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام.